السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم غادي تكون سهله وسريعه. غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد المقيله ديال المطيشه بالبيض ولا الشكشوكه بالبيض. خليكم معايا تعرفوا على طريقه التحضير ونبداو على بركه الله. هنا كما كتشوفوا معايا خديت واحد المقيله درت فيها تقريبا 5 المعالق ديال الزيت خليط ما بين زيت الزيتون والزيت النباتيه. درت فيها بصله متوسطه مقطعه هكذا طريفات صغار، وضفت ليهم واحد شويه ديال الملحه باش تساعدنا انها دغيا تنزل، وغادي نخليها حتى تحمر شويه. وغادي نضيف ليها فص ديال الثومه يكون محكوك، وغنخليه يتشحر غير واحد شويه واحد دقيقه، وغادي نضيف ليه مطيشه اللي كنكونوا نقيناها غسلناها بطبيعه الحال ونقيناها حيدنا لها القشره ديالها وعصرناها من الزريعه، وكنقطعوها حتى هي طريفات صغار وكنخليوها حتى كتشحر مزيان مزيان. وهنا غادي ندوزو باش نضيفوا التوابل. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج هنايا معلقه صغيره عامره ديال التحميره، معلقه صغيره عامره ديال الكمون، راس معلقه ديال البزار، وراس معلقه ديال الكركم صافي. وكنخلي ديك الميطيشه ديالي حتى كطيب مزيان مزيان وكتوقف في داك المريقه ديالها. وهنا غادي ندوز باش نضيف ليها البيض. هنا البيض بطبيعه الحال كتضيفوا على حسب الرغبه وعلى حسب يعني حتى افراد الاسره ديالكم شحال راكم نتوما غادي تاكلوا هاد المقيله هادي. انا كما كتشوفوا المقيله عندي شويه كبيره فدرت هنا واحد 5 ديال البيضات. تقدروا بطبيعه الحال ديروا اكثر فهذا كيرجع لكم صافي. وكنخليها على عافيه اللي تكون مهيله بزاف بزاف، يعني اقل حاجه عندكم، وكتخليوها كما كتشوفوا حتى كيطيب لنا داك البيض وصافي. هنا كنزوق بواحد شويه ديال المعدنوس هكذا مقطع. وهنا كنكونوا سالينا الوصفه ديال اليوم والفيديو ديال اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم، ونقول لكم مع السلامه، الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.